بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هيكون ملخص لحل الطرق كلها ال 11 طريقة، سواء الانكودنج او الديكودنج. الفيديو هيبقى طويل شوية عشان تبقوا عارفين، هنشرح فيه كل الحاجات ورا بعضها بحيث ان هي تبقى موجودة كلها في فيديو واحد، بحيث عايزين تراجعوا عليها او تكون كلها مجمعة تسهل عليكم الموضوع شوية. جميل. اول حاجة هبدأ بيها هي الهوفمان. الهوفمان عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان هو بيديني هيستوجرام او بيديني الهيستوجرام العادي او النورماليزد، وعن طريق الهيستوجرام او النورماليزد ببدأ احل الهوفمان. الهوفمان عبارة عن ايه؟ اللي انا ببدأ احط الحاجات كلها بالترتيب التنازلي. يعني ايه ترتيب التنازلي؟ يعني هبدأ احط 6 من 10 الاول، بعد كده ال 15، بعد كده الواحد، وبعد كده ابدأ ارتب الترتيب التنازلي لكل الكلام ده. اول حاجة هبدأ اعملها ان انا هجمع اخر رقمين واعيد ترتيب تاني. يبقى انا هنا حطيتهم كلهم الاول تنازلي بالمنظر ده. جمعت اخر اتنين وقعدت ترتيب تاني، هجمع اخر اتنين واعيد الترتيب تاني، هجمع اخر اتنين واعيد الترتيب تاني، هجمع اخر اتنين واعيد الترتيب تاني، لحد ما اوصل لحد ان يبقى عندي عنصرين بس. احط عند الاولاني واحد وعند التاني صفر. طيب الواحد دوت كان جاي من سهم واحد ولا جاي من سهمين؟ جاي من سهم واحد، هياخد نفس الكود. الواحد ده جاي من سهم واحد هياخد نفس الكود. سهم واحد نفس الكود، سهم واحد نفس الكود، سهم واحد نفس الكود. يبقى انا عندي 6 من 10 هتاخد سهم كود اللي هو رقم واحد. طيب الأربعة من 10 كان عندها صفر. طب الأربعة من 10 ديت جاية من سهم واحد ولا من سهمين؟ ده جاية من سهمين هنا. يبقى هعمل ايه؟ الكود بتاع الفازر دوت هيروح لهنا وهيروح هنا. يبقى الصفر دي والصفر ده هما الاثنين دول هو الصفر ده، وازود عند هنا واحد وعند هنا صفر. طيب ال 15 من 100 دي جايه من سهم واحد ولا من سهمين؟ لا، دي جايه من سهم واحد، هياخد نفس الكود. سهم واحد نفس الكود، سهم واحد نفس الكود، سهم واحد نفس الكود، سهم واحد نفس الكود. تمام. هنا ال 25 جايه من سهمين اللي هو ده وده. يبقى هاخد الكود دوت اللي هو صفر واحد، احطه هنا واحطه هنا، وازود هنا واحد وازود هنا صفر. جميل. يبقى دوت جاي من سهم واحد، هكمل نفس النظام. ده جاي من سهمين، يبقى هقسم الكود دوت اللي هو 0 1 1 هيتحط هنا وهيتحط هنا، وازود هنا واحد وازود هنا صفر، وامشي على نفس النظام ده لحد ما اوصل لان اخر حاجه خالص بقى فيها الكود. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل الانكودنج تيبل بتاع الهوفمان. عباره عن ايه؟ عباره عن ان هنا عندي هنا كنت برتب تنازلي، فما انساش ان 6 من 10 دي اصلا بتاعت الدي. جميل. يبقى انا هاجي عند الدي هكتب الكود بتاعها اللي هو كان واحد. طيب وعندي هنا ايه دوت؟ ده اللينس بتاعي، يعني دوت خد بيت واحده، يبقى هنا واحد. هنا كان في اربع خانات، يبقى هنا اربعه، 3 3 2 2. يبقى هاخد كل رمز والانكودنج بتاعه. حلو. وبعد كده عايز اعمل انكودنج عباره عن ايه؟ هيديني مثلا اي بي سي دي. يبقى انا عندي الاي هحط 0 0، بعدها البي جنبها 0 1 0، جنبها 0 1 1 0، جنبها في الاخر خالص 1. طيب الديكود بتاعي عباره عن ايه؟ ان هو سي هيديني مثلا كود عندي عباره عن 11001. هبدا اشوف عندي ال1 لوحدها ديت تمثل حاجه، الدي. يبقى اول حاجه الدي. بعد كده كان ال1 لوحدها تمثل حاجه الدي، يبقى تمثل الدي. وافضل ماشي خطوه بخطوه لحد ما اوصل لكل الحروف. يبقى كده اول طريقه مشروحه اللي هي الهوفمان. تاني طريقة الشانون فانو. برضو الشانون فانو يا اما بشتغل على الهوفمان، يا اما بشتغل على يا اما سوري، يا اما بشتغل على الهيستوجرام، يا اما بشتغل على النورماليزد. اول حاجة برضو برتب تنازلي زي الهوفمان. هرتب تنازلي برضو. بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اشوف الكاونت بتاعي، مجموع الكاونت او لو بروبابيلتي يبقى هي عندي هنا هيبقى واحد. هقسم هنا الكلام ده كله على الاثنين. يبقى هنا ال 4000 كان مجموع الكلام ده كله على الاثنين يديني 2000. يبقى انا عايز من الترتيب التنازلي دوت، وما انساش ان انا لازم ارتب تنازلي. عايز حاجات ما يعديش مجموعها 2000. اول حاجة ال 1000، بعد كده 1700. طب 1700 زائد 600 هتطلع 2000 وشوية. يبقى انا كده هقف عند دوت، هشد خط وابدا احط هنا واحد وهنا واحد والباقي كله صفار. طيب مش انا عندي رقمين هم اللي حققوا الشرط بتاعي؟ يبقى هحط عند الاولاني واحد والتاني زيرو. طيب يبقى الاثنين دول كده خلاص خرجوا من حساباتي وجبت الكود بتاعه. يبقى هجمع 600 و500 و400 400 300 و100. هيدوني في الاخر كام؟ هيدوني تقريبا 2200. هقسمهم على الاثنين هيديني 1100. يبقى انا هاخد ال 600 وال 500 هم الاثنين يبقوا 1100 مع بعض. يبقى انا كده خلاص هاخد الاثنين دول، هشد خط واحط هنا واحد وهنا واحد والباقي كله صفار. طيب مش المجموعه اللي حققت كان فيها رقمين؟ يبقى احط عند الاولاني واحد وعند التاني زيرو. جميل. يبقى الاثنين دول كمان خلصت منهم. يبقى اجمع 400 ب 400 ب 400. هيبقى الثلاثه دول 400 و 800 1200. 1200 على 1200 على الاثنين هيبقى فيها 600. جميل. يبقى انا عايز مجموعه فيها 600 دوت 400. لو خدت 400 كمان هيبقى 800. لا، يبقى انا هاخد دي لوحدها. يبقى انا هحط هنا واحد وهنا زيروهات. طب انا هزود هنا رقم كمان؟ لا. ليه؟ لان الرقم دوت هو اللي حقق المجموعه لوحده، فانا خلاص عرفته. هنا انا كنت بزود واحد وزيرو كمان لان في رقمين هم اللي حققوا المعادله بتاعتي. جميل. هيبقى انا عندي هنا 400 و400 800 على ال 200. هيبقى على الاثنين هيبقى عندي 400. يبقى انا هزود هنا واحد وهنا زيرو وهنا زيرو. خلاص تمام. اتبقى عندي هنا الاثنين دول في الاخر خالص. يبقى انا عايز افرق بينهم، يبقى احط هنا واحد واحط هنا زيرو. يبقى انا كده عملت الشانون فانو الكودنج تيبل بتاعي. يبقى هو نفس النظام، السامبل وهنا الكود بتاعي، وهنا الكود لينس اللي هو هنا 5 خانات يبقى 5، هنا 3 خانات يبقى 3، هنا خانتين 2، هنا 5 يبقى 5، وهكذا. بعد كده الران لينس عباره عن ايه؟ عباره عن قوس بالمنظر ده. هنا بحط الكود وهنا بحط اللينس. عندي حالتين. اول حاله اللي هي الحاله العامه اللي انا هو ما بيحددليش لينس محدد، فانا كل حاجه بتتكرر بحط العدد بتاعها، كل حاجه بتتكرر بحط العدد بتاعها. جميل. بس الطبيعي بتاعي اللي انا لازم بحدد عندي يعني ايه؟ يعني هو بيقول لي هنا اللي انا عندي هنا الران لينس بتاعي الحجم بتاعه 2 بت. جميل. يعني انا هعمل ايه؟ معنى كده ان انا عندي قانون بيقول لي الاثنين باور المساحه هيقول لي عدد الحروف اللي تقدر تحطها ورا بعض كام. يبقى انا عندي المساحه كام؟ 2 بت. يبقى 2 باور 2 هيدينا 4. يبقى اكبر رقم اقدر احطه ورا بعضه هم 4.
حلو. انا عندي هنا افري سامبل دوت السايز البيفور، عندي السطر بتاعي ده كله، يبقى انا عندي هنا الاي اي 8. انا اكتر حاجه اقدر احطها كام؟ 4. عرفتها منين؟ 2 باور المساحه هيديني اللينس، يبقى انا عندي هنا الاي مع الاربعه والاي مع الاربعه. البي كان 5 مرات، يبقى احط البي مع الاربعه والبي مع واحد. السي كانت 4، يبقى السي مع الاربعه، والدي 2 يبقى احط الدي 2. جميل. وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي بنجيب الكومبريشن ريشيو بتاعه. طيب بعد كده هنشرح البيكسل باكينج. البيكسل باكينج عباره عن ايه؟ عباره عن هيديني ماتريكس بالمنظر دوت كده. اول حاجه بعملها ان انا بحدد الالوان اللي عندي، يعني انا عندي هنا لون درجته 10 ولون 20 70 240 230 والكلام ده كله هحطه هنا. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هديهم اندكس، يبقى انا برتبهم تصاعدي وبديهم اندكس. جميل. بعد كده ال10 ديت كده قدامها اندكس كام؟ صفر، يبقى انا هعمل ماتريكس دي تاني واحط الاندكس بتاعي، يبقى ده الانكودنج بتاعي. حلو. يبقى انا عندي هنا سي مثلا ال 200، ال 200 كان الكود بتاعها 3، يبقى انا هحط عندها 3، ونفس النظام ده كده. يبقى انا عندي كل رقم هشوف الخانه بتاعتها كام واقوم جاي حاطط الرقم بتاعه هنا في الفايل. وزي ما اتفقنا برده في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي بنجيب الكونفرشن ريشيو بتاعها. يبقى احنا كده خلصنا اول 4 طرق. جميل. بعد كده عندي الاريثماتيك. الاريثماتيك عباره عن ايه؟ الاريثماتيك عباره عن ان انا لازم اشتغل بالكوميوليتيف. يبقى انا اول حاجه هو ممكن يديني شويه رموز ورا بعض بالمنظر ده كده A B C D E F. طيب ويقول لي هات لي الاريثماتيك بتاعها، يبقى انا اول حاجه لازم اجيب بنفسي الهيستوجرام. عباره عن ايه؟ هشوف الايه اتكررت كام مره؟ اتكررت مرتين، يبقى الايه تحتها 2، البي اتكررت مره واحده يبقى تحتها 1، السي تحتها 1، الدي تحتها 1، الاي تحتها 1، الاف تحتها 1. جميل. عايز اجيب النورماليزد. عباره عن ايه؟ عباره عن الكاونت على مجموع الكاونت. يبقى انا عندي هنا الايه كانت 2 3 4 5 6 7، يبقى المجموع الكاونت بتاعي كان 7، يبقى الايه هيبقى 2 على 7، البي 1 على 7، السي 1 على 7، الدي 1 على 7، الاي 1 على 7، الاف 1 على 7. جميل. جبت النورماليزد. بعد كده الكوميوليتيف بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن ان اول قيمه زي اول قيمه في النورماليزد، ثاني قيمه في الكوميوليتيف عباره عن ثاني قيمه في النورماليزد زائد كل اللي فوقيها، الثالثه زائد الثالثه زائد كل اللي فوقيها، وكل الكلام ده. حلو. يبقى احنا لازم نركز جدا في احنا ازاي بنجيب الهيستوجرام، لان في مسائل كتيره جدا بتكون محتاجه الهيستوجرام وهو مش مداني في الامتحان، بيعتمد على اللي انت فاهم انت ازاي تجيب الهيستوجرام. حلو. يبقى انا عندي هنا في الاريثماتيك جبت خلاص الهيستوجرام، جبت منه النورماليز، جبت منه الكوميوليتيف. هبدا اعمل ايه؟ هبدا ارسم بالكوميوليتيف. اول حاجه اكون عارفها ان انا عندي الشكل دوت عباره عن ايه؟ هنا القيم الاوريجينال بتاعتي، يعني انا عندي هنا الجدول بتاعي الاي هتبدا من الصفر لحد 3 من 10، يبقى انا عندي هنا فعلا قلت من الصفر ل 3 من 10 حرف الاي، البي من 3 من 10 ل 4 من 10، يبقى من 3 ل 4 حرف البي، السي من 4 ل 6 يبقى من 4 ل 6 حرف السي، الدي من 6 ل 7 وهكذا. جميل. يبقى الكلام ده كله اسم الاوريجينال. طيب عندي هنا القيمه ديت عباره عن اللي اسمها الستارت، والقيمه ديت عباره عن اللي اسمها الاند بتاعتي او النهايه بتاعتي. جميل. هبدا اشتغل ازاي؟ اول حاجه انا عايز اعرف ايه القانون اللي هجيب بالقيم اللي موجوده هنا دي كلها. القيم اللي موجوده دي كلها هو ده الرينج الجديد بتاعي. القانون بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن الستارت اللي هو الرقم اللي هنا دوت. جميل. زائد الاوريجينال اللي هي القيمه الاصليه المناظره اللي انا واقف عندها، يعني انا واقف هنا القيمه الاصليه المناظره اللي هي كام؟ 6 من 10، لو واقف هنا القيمه الاصليه المناظره اللي هي كام؟ 9 من 10، لو انا واقف هنا القيمه الاصليه المناظره اللي هي كام؟ 3 من 10. جميل. زائد الاوريجينال اللي هو اللي احنا قلنا دوت في الرينج. الرينج عباره عن ايه؟ اللي هو النهايه ناقص البدايه. جميل. طيب نبدا بقى نحل المساله. اول حاجه انا بعملها المساله بتتحل على خطوتين. اول حاجه انا بيبقى عندي يا اما 2 سامبل يا اما 3 سامبل، يعني ممكن يديني حرفين ورا بعض احلهم والمساله تخلص، او يديني 3 حروف ورا بعض احلهم مع بعض والمساله تخلص، او يديني مثلا فايل 10 حروف اشتغل عليهم حرفين 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 حرفين. طيب اول حاجه بعملها دوت الانكودنج، عباره عن الحروف عندي هنا كان ايه وعندي هنا سي. طيب اول حاجه انا كتبت الكلام ده كله. بعد كده الايه عندي هنا من رينج من كام لكام؟ من الصفر ل 3 من 10، يبقى انا عايز اكبر الرينج ده، يبقى الصفر هتبقى هنا و3 من 10 هتبقى هنا. جميل. يبقى انا اول حاجه بعملها بكبر الرينج، الصفر هتوصل عند الصفر، و3 من 10 هتوصل عند 3 من 10. بعد كده عايز اجيب القيم دي كلها. طيب اوفر على نفسي واعمل ايه؟ اشوف الاول الحرف الثاني ده، الحرف الثاني ده حرف السي. طب حرف السي في الرينج القديم بقى ايه؟ ما بين هنا وما بين هنا الجزء ده. طيب مش انا عملت رينج جديد؟ عملت رينج جديد، يبقى انا لازم اجيب القيمه بتاعه حرف السي في الرينج الجديد. يبقى حرف السي زي قبل كده كان هنا، دلوقتي بقى هنا. طب انا عايز اجيب القيمه دي، والقيمه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الستارت اللي هو الصفر في الاوريجينال اللي هو 4 من 10 زائد ال اسمه ايه ده؟ الاند ناقص الرينج اللي هو الاند ناقص البدايه هيطلع لي 12. طيب بعد كده هنا الصفر، بعد كده عندي هنا هتتضرب في 6 من 10. ثانيه واحده، هي هتتضرب ولا هتتجمع؟ الصفر زائد الاوريجينال في الرينج. جميل. يبقى انا عندي هنا الصفر زائد الاوريجينال بتاع النقطه دي كان 6 من 10 في الرينج اللي هو 3 من 10 هيطلع لي القيمه دي. يبقى انا عندي القيمه دي مش عايزها في حاجه، القيمه دي مش عايزها في حاجه، القيمه دي مش عايزها في حاجه. يبقى وانت بتحل في الامتحان كبر الرينج وحدده، وبعد كده هات القيم بس اللي انت عايزها، ما تجيبش الكله. يبقى انا اول حاجه بكبر الرينج، يبقى انا حرف الايه كبرت الرينج، البدايه بقت البدايه والنهايه بقت النهايه. تاني حاجه حددت الرينج بحرف السي في الرينج القديم كان هنا، بس انا جبت رينج جديد، فيبقى الرينج الجديد بتاعي حرف السي اللي هو هنا. يبقى انا عايز اجيب القيمه دي وعايز اجيب القيمه دي. يبقى دي اول جزء من المساله. طيب تاني جزء هعمل ايه؟ هاخد الرقم الجديد، هاخد الرقم الكبير اللي في الرينج اللي هو كام؟ 18. 18 دي هضربها في 2، طلع لي الرقم ده. الرقم دوت عباره عن الرقم الاساسي فيه صفر ولا واحد؟ صفر. يبقى انا اول حاجه الكود بتاعي بينزل فيه صفر وعلامه، يبقى ده هو بينزل لوحده الصفر والعلامه. اول حاجه هنا كانت صفر، هنزل هنا الصفر. بعد كده 36 من 100 في 2 هيطلع لي 72 من 100. الرقم الاساسي كام؟ صفر، يبقى انا هنزل الصفر هنا. بعد كده 72 من 100 في 2 الرقم الاساسي كام؟ 1، يبقى انا هحط 1 هنا.
المساله خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. هعمل ايه؟ لازم اتاكد ان الرقم الباينري دوت هو فعلا موجود بالرينج ده والرينج ده. طب دوت باينري وده ديسيمال، يبقى انا عايز احول ما بينهم. هعمل ايه؟ هكتب تحت كل رقم من دول 2، يعني هنا 2 وهنا 2 وهنا 2. اول رقم بعد العلامه بياخد -1، يبقى هنا 2 باور -1، هنا 2 باور -2، هنا 2 باور -3. هعمل ايه بعد كده؟ هضرب 2 اس -1 في صفر زائد 2 اس -1 في صفر زائد 2 اس -1 في 1. الرقم اللي هيطلع دوت هيبقى هو الرقم الديسيمال. هشوف هل هو فعلا في الرينج ده ولا لا. لو هو في الرينج يبقى انا كده خلاص شغال صح والمساله بتاعتي خلصت، يبقى الاي سي لما احولها هياخد الكود ده. طيب لو مش صح يبقى انا عندي هنا هكمل المساله تاني وهنشوفها على المثال اللي احنا هنحله دلوقتي. مثال تاني كان عندي السي والدي. السي والدي عباره عن ايه؟ ادي الكوميونيتيف بتاعتي. السي كان الرينج ما بين الاربعه والسته، يبقى انا هكبر الرينج بتاعي. يبقى طلعت عندي هنا كبرت الاربعه هنا والسته نزلت تحت خالص. طيب تاني حرف عندي كان ايه؟ كان الدي. الدي موجود بين ايه وبين ايه؟ بين 6 من 10 و7 من 10. طيب عايز هعملها ازاي؟ الرينج القديم كان هنا، طب انا جبت رينج جديد يبقى هنا القيمه دي. طب عايز اجيب القيمه دي، والقيمه دي عباره عن ايه؟ عباره عن البدايه اللي هي 4 من 10 زائد الاوريجينال اللي هو 6 من 10 في الرينج اللي هو 6 من 10 ناقص 4 من 10. طب القيمه ديت عباره عن ايه؟ عباره عن البدايه اللي هي 4 من 10 في القيمه الاصليه المناظره للجزء دوت اللي هو 7 من 10 في اللي هو 6 من 10 ناقص 4 من 10. جميل، يبقى انا جبت القيمه دي وجبت القيمه دي. ادي اول جزء خلصته. تاني جزء هعمل ايه؟ هاخد الرقم الكبير اللي في الرينج. طيب هعمل بيه ايه؟ هضربه في 2 طلع لي 1.8. يبقى انا الكود بتاعي دايما بينزل صفر علامه زي ما هو. بعد كده هاخد اول حاجه هنا 1، ما دام اتنزل 1 يبقى لازم اتاكد. هتاكد ازاي؟ يبقى هنا دوت 1 يبقى هنزل 2 اس -1، يبقى 1 في 2 اس -1 هيطلع لي رقم. الرقم ده موجود ما بين 52% و54%. هلاقيه لا. هعمل ايه؟ هكمل المساله. اول تركايه في المساله ان انت الواحد دوت مش انت حطيته هنا، يبقى لما تنزل بالرقم دوت هتنزل من غير الواحد. يبقى انا عندي هنا كان 1.8%، لما اجي انزل هلاقي ان هو 8% بس، يبقى 8% بس هتضرب في الاثنين طلع لي 16. الرقم الاساسي صفر، هنزل صفر واكمل المساله. ال 16 هتنزل زي ما هي، 16 في 2 ب 32. الرقم الاساسي صفر، هحط هنا صفر. ال 32 هتنزل زي ما هي، هضربها في 2. الرقم الاساسي صفر، هحط صفر وانزلها زي ما هي. الرقم اللي هو 64% هضربه في 2 طلع 1.28. ما دامت واحد يبقى احط واحد هنا واستوب. اعمل ايه؟ اقوم جاي محول الرقم دوت للديسيمال عشان اشوف هل هو في الرينج ده ولا لا. يبقى هنا 1 في 2 اس -1 زائد 0 في 2 اس -2 زائد 0 في 2 اس -3 زائد 0 في 2 اس -4 زائد 1 في 2 اس -5. يبقى هشوف هنا الكلام ده كله لما احسبه بالاله هيطلع لي فعلا ان الرينج ده موجود هنا. يبقى انا كده حليت المساله. يبقى السي والدي الكود بتاعهم عباره عن صفر علامه 1 0 0 0 1. جميل. السي دي سامبل عباره عن ايه؟ اول حاجه بعملها ان انا دلوقتي اول حرف هشتغل بيه هكبره. يبقى انا دلوقتي جبت الكوميونيتي هنا اهو. اول حرف السي بقى هكبره. يبقى السي كانت ما بين الاربعه والسته، يبقى انا كبرت هنا الاربعه وكبرت هنا السته. جميل. بعد كده حرف الاي. حرف الاي ما بين الصفر والثلاثه، بس ده في الرينج القديم. انا شغال في الرينج الجديد فعايز اعرف القيمه المناظره ليها كام. يبقى الرينج كان هنا، هيبقى هنا الاربعه من 10 انا جبتها لان هي الستارت بتاعت السي، يبقى انا ناقص لي القيمه دي عشان اعرف اجيبها. حلو. طب تالت رينج عباره عن ايه؟ عن الاف. يبقى انا قلت بكبر 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 واخر حرف خالص هو اللي بحدد بيه الرينج. يبقى الاف عندي اللي حدد الرينج. الاف مكانها فين؟ هنا. طب انا دلوقتي شغال في الرينج ده؟ لا انا شغال في الرينج الجديد. يبقى الاف كانت في الاخر، يبقى هنا كمان هتفضل في الاخر. يبقى انا دلوقتي عايز القيمه دي والقيمه دي والقيمه دي. طب مش القيمه ديت هي لما انا اكبر الرينج هتبقى هنا؟ يبقى انا عايز اجيب ديت وعايز اجيب دي بس. طب دي هتساوي ايه؟ هتساوي البدايه اللي هي 4 من 10 زائد القيمه الاصليه الاوريجينال اللي هو 3 من 10 في الرينج اللي هو 2 من 10. جبت القيمه دي. القيمه دي كده كده لما تكبر هتبقى هنا. انا اسف. بعد كده هنعمل ايه؟ الرقم اللي هنا هنعمل فيه ايه؟ البدايه اللي هو 4 من 10 زائد الاوريجينال بتاع ده فين؟ اللي هو الاساسي خالص اللي هو 9 من 10. بعد كده هيتضرب في الرينج اللي هو ايه؟ اللي هو 46 من 100 ناقص 4 من 10 اللي هو هيطلع لي 6 من 100. جميل. يبقى هنا الستارت زائد الاوريجينال في الرينج. يبقى انا عندي الاوريجينال دايما هو ده. يبقى انا لو شغال هنا يبقى برده الاوريجينال بتاعي هنا. طيب بعد ما عملت الكلام ده هعمل ايه؟ يبقى انا دلوقتي حددت الاف بتاعي ما بين ده وما بين ده. هاخد الرقم الكبير اللي في اخر حاجه خالص اللي هو 46 اضربه في الاثنين. يبقى ضربته في الاثنين طلع الرقم الاساسي صفر. يبقى صفر علامه تنزل اساسي، يبقى هنزل صفر. بعد كده اخد الرقم الاساسي اضربه في الاثنين طلع واحد، يبقى احط هنا واحد واحول. هل هو فعلا الرقم دوت لما احوله هيبقى في الشكل دوت؟ طب الرقم دوت هحوله ازاي؟ هنزل هنا 2 وانزل هنا 2. يبقى هنا 2 اس سالب 1 وهنا 2 اس سالب 2. يبقى صفر في 2 اس سالب 1 زائد 1 في 2 اس سالب 2. الكلام ده هيطلع في الرينج ده؟ لا مش هيطلع. هعمل ايه؟ انا الواحد دي نزلتها هنا يبقى هنزل ب 84 من غير الواحد واضربها في 2 طلع واحد. احط الواحد واحول. جميل. طلع في الرينج؟ لا مش في الرينج. اقوم جاي منزل بالرقم ده من غير الواحد واضرب في الاثنين واحول. طلع عندي الواحد، طلع واحد يبقى هحول. الرقم ده في الرينج؟ لا مش في الرينج. يبقى هنزل من غير الواحد واضرب في الاثنين. طلع صفر هزود صفر. بعد كده هاخد الرقم دوت واضربه في الاثنين. طلع واحد يبقى ازود واحد واحول. هل في الرينج ولا لا؟ لا مش في الرينج. يبقى هعمل ايه؟ هنزل بالرقم دوت من غير الواحد واضرب في الاثنين. طلع صفر هزود صفر. بعد كده في الاخر خالص هاخد الرقم ده اضربه في 2 طلع واحد. هاخد الواحد واحول هلاقي فعلا ان الكلام دوت موجود في الرينج عندي. يبقى دوت كده كل حاجه موجوده على الاريثماتيك.
بعد كده ال زي دبليو، ال زي دبليو عباره عن ايه؟ عباره عن سترنج كبير كده بيديهوني وبيقول لي ابدا حله عن طريق ال زي دبليو. اول حاجه بعملها في الجدول ان انا عندي هنا الانبوت بتاعتي، يبقى انا اول انبوت عندي هنا كان الاي، جميل. بعد كده هنا النكست بتاعه، هنا الاوتبوت بتاعه او الاسكي بتاع الحروف ديت. بعد كده عندي هنا الجنريتد ديكشنري ما بين السترنج والكود. ما تقلقوش، كده كده غالبا بنسبه كبيره لازم يديك الاسكي، ولو ما ادهولكش لما نيجي واحنا في الامتحان قول للدكتور يا دكتور الاسكي مش موجود، هيرد عليك وهيقول لك هنعمل ايه، يا اما انت هتفرضه يا اما هو موجود في الامتحان، فانت دور عليه هتوصل له. جميل. يبقى انا اول حاجه عندي حرف الاي، هكتب هنا حرف الاي. بعد كده النكست بتاعه حرف البي، يبقى هكتب هنا البي. طب الاي دوت في الاسكي كام؟ هو بيكون مديهوني فهجيبه ان هو ب 97. بعد كده هسال نفسي سؤال، هل الاي بي ديت مع بعض متسجله؟ لا مش متسجله، يبقى هسجلها هنا واديها من اول كود 256. طيب انا ممكن ابدا من هنا من 1024 امتى؟ لو قال ان السايز بيفور تقريبا بتاعي هو 10، عشان الدكتور كان قالها في المحاضره اللي قبل الميد ترم على طول. يبقى انا هبدا هنا دايما من 256، الا لو هو قال ان السايز بيفور 10 يبقى انا هبدا هنا تقريبا من 1024. حلو. بعد كده الحرف اللي هيبقى عندي اللي هو البي. بعد كده النكست بتاعه السي، هسأل نفسي سؤال، هل البي سي متسجله؟ لا، يبقى هاخد البي لوحدها في الاسك كام؟ ب 98. طب البي سي ما كانتش متسجله، هسجلها هنا واديها الكود بتاعي. يبقى انا هنا شغلت باعا كل واحده بزود واحد. جميل. عندي هنا السي دي هتنزل على السطر، يبقى انا لو لاحظت البي نزلت هنا، السي نزلت هنا، الاف نزلت هنا. جميل. هقعد اكمل نفس الكلام. نيجي بقى عند حته جديده عشان خاطر بدل ما نشرح المساله كلها، هلاقي عندي هنا الاتش كان بعدها ايه؟ كان بعدها الاي. طيب هل الاتش ايه متسجله؟ هي مش متسجله في الاسكي. طب هشوف هل انا سجلت الاتش ايه في الكلام دوت. لا لسه ما سجلتوش. جميل. يبقى اسجل الاتش لوحدها هنا، بعد كده اسجل الاتش ايه مع بعض. بعد ما اسجل الاتش ايه مع بعض هديها الكود بتاعها. بعد كده الدور بقى على الاي، يبقى انا واقف عند الاي اللي بعدها البي. هسال نفسي السؤال، هل انا مسجل الاي بي مع بعض في الاسكي؟ لا. طب في الجنريتد ديكشنري ده انا مسجلها هنا. هعمل ايه؟ هسيب السطر ده فاضي والجزء ده والجزء ده، هنزل بعدها هيبقى الاي والبي موجودين مع بعض. بعد كده هيبقى عندي حرف السي. هسأل نفسي سؤال، هل اي بي سي مع بعض متسجلين؟ لا مش متسجلين هنا، يبقى هاخد الاي بي لوحدها بس. الاي بي لوحدها كانت كام؟ كانت 256. هحط هنا 256 وابدا اسجل الاي بي سي مع بعضها واديها الكود بتاعها. يبقى دوت اللي انا بشتغل عليه. يبقى انا عندي هنا لو الحاجه ديت كانت يعني الجي اتش كانت متسجله قبل كده، يبقى هسيب السطر بتاعها فاضي وانزلهم الاثنين مع بعض هنا. حلوه جدا. بعد كده عندي اعمل ايه لو انا دلوقتي، خلينا نشوف مساله ثانيه. عندي هنا في الديكود كان عباره عن ايه؟ اللي انا دلوقتي عندي كود بالمنظر ده. انا طبعا متسجل عندي من 0 ل 255. اول حاجه 97 هعرف ان هي الايه عن طريق الاسكي. جميل. الاولد ما عنديش اولد لان دي اول حاجه عندي هنا، دي فاضي ودي فاضي. جميل. بعد كده الكود بتاعي كان 256. طب هل انا دلوقتي مسجل حاجه اسمها 256 في الاول؟ لا لسه مش مسجل. طب هعمل ايه؟ الكرنت دوت بعد ما اخلصه هيبقى يرجع في الاولد، يبقى هينزل هنا. طيب الكود دوت ما دام انا مش عندي الرمز بتاعه، يبقى انا عندي وعندي الاولد بس، يبقى هعمل ايه؟ هنزل الاولد زائد اول عنصر يمين في الاولد. طب الاولد دوت عباره عن عنصر واحد بس اللي هو الايه، يبقى هنزله وانزل كمان عنصر معاه. يبقى انا عندي هنا 256 بقت للاي والاي. طيب عايز اسجله في السترنج عباره عن ايه؟ عباره عن الاولد كله زائد اول عنصر بس في الكرنت، يبقى هنا الاي والاي. طيب نيجي هنا ل 257، هل انا مسجل حاجه اسمها 257؟ لا مش مسجله. طب هعمل ايه؟ الكرنت هينزل في الاولد الاول، بقى عندي هنا ايه وعندي هنا ايه. طيب يبقى انا هعمل ايه بعد كده؟ هنزل الاولد كله زائد اول عنصر بس يمين في الاولد، يبقى الاي والاي، وهنزل العنصر ده بس هنا، يبقى الاي اي اي. طيب عايز اسجل في السترنج هعمل ايه؟ الاولد كله زائد اول عنصر بس في الكرنت، يبقى الاثنين دول مع ده. حلو. ال 98 هلاقي ان هو البي. طب الكلام ده كله هينزل هنا، يبقى الاي هتبقى في الاولد. عايز اسجل الكلام ده هنا، يبقى هسجل الاولد كله زائد اول عنصر بس في الكرنت، يبقى اي بي ما فيهاش مشكله. طيب 259 هعمل ايه؟ هنزل البي دي هنا. بعد كده انا مش عندي موجوده في الاسكي، يبقى هعمل ايه؟ هنزل الاولد كله زائد اول عنصر يمين في الاولد اللي هو هيبقى البي بي. طيب عايز اسجل هنا في الديكشنري، هعمل ايه؟ البي ديت زائد اول عنصر بس هنا. بعد كده ال 259 انا هي اللي انا لسه مسجلها، فهنزل البي بي ودوت كان هنا البي بي. طب عايز اسجل في الديكشنري هعمل ايه؟ يبقى البي بي بي واديها الكود الجديد بتاعي. يبقى انا عندي هنا لو عندي اربع عناصر باخد الاولد كله مع اول عنصر بس هنا. لو انا عندي هنا 100 عنصر وهنا 100 عنصر، هاخد ال 100 اللي هنا واول عنصر بس هنا على الشمال. طيب انا دلوقتي لو انا ما عنديش الكرنت عايز هعمل ايه؟ هاخد الاولد كله زائد اول عنصر يمين في الاولد. جميل. يبقى كده ان شاء الله كل حاجه في ال زي دبليو مشروح. بعد كده هاجي للديفرنشال. الديفرنشال عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي نوعين، اكزاكت ولوسي. اول حاجه بيديني سطر بالمنظر ده كده وانا هبدا اشتغل عليه. اول حاجه بنزل اول رقم زي ما هو. بعد كده ال 20 دي عشان توصل لل 25 عايزه كام؟ عايزه بلس 5. يبقى انا في الديفرنشال لازم اهتم بالبلس وبالماينس، يبقى انا عندي عايز بلس 5. جميل. طب بعد ما توصل لل 25 عايزه كام عشان توصل لل 17؟ عايزه بلس ماينس 8، يبقى هنا ماينس 8. طب بعد ما توصل لل 17 عايزه كام عشان توصل لل 12؟ عايزه ماينس 5. طب بعد ما توصل لل 12 عايزه كام عشان توصل لل 13؟ بلس 1. طب بعد ما توصل لل 13 عايزه كام عشان توصل ل 28؟ بلس 15. يبقى انا شكل الكودنج بتاعي 20 زائد 5 ناقص 8 ناقص 5 زائد 1 زائد 15. طيب الطريقه الثانيه اللي هي عباره عن اللوسي عباره عن ايه؟
ان انا دلوقتي هبدا احدد رقم معين، رقم معين عن ايه؟ عن طريق السايز افتر. بعد ما اجيبه بقسم واحد بيت للساين، وبعد كده باقي الارقام هتبقى موجوده للاعداد اللي عندي يعني. طيب الاعداد ديت عباره عن سايز، يعني هنا 3 بت ده اكبر حاجه اقدر اشيلها. طب ال 3 بت دي عايز احولها للينس، عامل ايه؟ 2 باور المساحه او 2 باور اللينس، 2 باور المساحه هيديني اللينس. جميل. طب انا عندي المساحه كام؟ المساحه عندي هنا 3، يبقى 2 باور 3 هيديني 8. يبقى انا عندي الارقام من 0 ل 7 هي اللي اقدر اكتبها. جميل. يبقى انا عندي عشان اقدر احول من مساحه للينس لطول، يبقى 2 باور المساحه هيديني اللينس. حلو. يبقى انا اول رقم ال 10 هينزل زي ما هو. بعد كده ال 10 عشان توصل لل 14 عايزه زائد 4. طب ال 14 عشان توصل لل 17 عايزه بلس 3. يبقى ال 17 عشان توصل لل 70، 17 لل 70 عايزه رقم كبير قوي، بس انا دلوقتي حدد لي ان انا اكبر رقم اقدر احطه ان هو هيشيل 3 بت. طيب 3 بت ده هيبقى اخره كام؟ من الصفر للسبعه. يبقى انا اخر حاجه هقولها له ان هو يقدر يشيل زائد 7. يبقى انا دلوقتي لما جمعت ال 17 زائد 7 طلع لي 24. عشان ال 24 توصل لل 70 عايز رقم كبير جدا. طب انا هقدر اديله كام؟ هقدر اديله بلس 7 هيوصل ل 31. 31 عشان يوصل لل 70 عباره عن ايه؟ عباره عن رقم كبير قوي، مش هقدر اديله منه الا بلس 7. يبقى انا هنا اهو، يبقى 31 زائد 7 هيديني 38. يبقى 38 عشان توصل ل 65 عايزه بلس 7، عشان مش هقدر اديها اكتر من كده، وافضل مكمل بنفس الشكل ده كده. الطريقه ديت من اول هنا هيبدا بقى ان انا يبقى عندي حاجه اسمها لوسي. كل اللي فات دوت كان اكزاكت، يعني الانكودنج زي الديكودنج بتاعي. يبقى من اول هنا هبدا اللوسي. حلو. يبقى الانكودنج بتاعي عباره عن 10 زائد 4 زائد 3 زائد 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7 ناقص 7 ناقص 7 ناقص 7 ناقص 7 ناقص 7. حلو. والديكود بتاعي عباره عن 10 14 17 24 31 38 45 38. عرفت منين ان هو لوسي؟ ان انا عندي كان 10 10 14 14 17 17 70 بقت 24 70 بقت 31. يبقى انا كده عرفت ان هو لوسي. جميل. نحل كمان مساله عشان خاطر الدنيا تبقى واضحه عليها اكتر. اول حاجه هيديني السايز افتر، هقسم حاجتين، واحد هنا للساين والباقي كله للديفرنشال. يبقى الساين هنا هيبقى 1، الديفرنشال هيبقى 4. طيب الديفرنشال دوت المساحه عايزه لينس، يبقى هعمل ايه؟ 2 باور 4 هيديني اللينس بتاعي، يبقى 2 باور 4 هيديني 16. يبقى انا شغال من 0 ل 15، يبقى اكبر رقم اقدر احطه هو ال 15. طيب يبقى انا عندي اول حاجه 18 تنزل زي ما هي. 18 عشان توصل لل 20 عايز تزود 2، يبقى هتوصل ل 20. 20 عشان توصل لل 40 عايز 20. انا اكتر حاجه اديها كام؟ زائد 15. يبقى هديها زائد 15 زائد 15 توصل ل 35. 35 عشان توصل لل 40 عايز 5، يبقى هديها 5. ال 40 عشان توصل لل 70 عايز زائد 15. واقعد مكمل بنفس الشكل كده. اهم حاجه ان انا ما ينفعش ادي له رقم اكتر من زائد 15 لحد ما اوصل للاخر خالص. يبقى انا كده عملت الانكودنج بتاعي عباره عن ان هو اول رقم اللي هو ال 18، بعد كده زائد 2 زائد 15 زائد 5 زائد 15 زائد 15 زائد 15 زائد 15 صفر زائد ناقص 15 ناقص 15. وادي الديكود بتاعي. يبقى كده الديفرنشيال موجود. جميل. اليونيفورم عباره عن ايه؟ عباره عن 3 انواع. اول نوع منهم عباره عن ان هو المعادلات اللي هيديهاني ديت هنا عباره عن ان انا دلوقتي عندي هنا الدلتا ريبريزنتيف. الدلتا ريبريزنتيف دي هي اهم حاجه عندي. ليه اهم حاجه عندي؟ عشان انا عايز اوصل للشكل دوت. ان انا عندي هنا السطر دوت ما بين المجموعه دي والمجموعه ديت، دي اسمها دلتا ريبريزنتيف. جميل. طب الايرور عباره عن ايه؟ عباره عن بدايه القسم بتاعي او بدايه المجموعه، واول لما اقابل ريبريزنتيف عندي. عشان خاطر الناس اللي ما كانتش فاهمه الجزء دوت، يبقى انا عندي الماكس ديستورشن او الايرور عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو اول حاجه ان هو نص الدلتا ريبريزنتيف. تاني حاجه ان هو من بدايه القسم بتاعي لحد اول ريبريزنتيف قبله. يعني ممكن من هنا لحد هنا هو الايرور، من هنا لحد هنا هو الايرور. يبقى هو اهم حاجه ان هو النص الدلتا ريبريزنتيف. طيب جميل. يبقى انا عايز اجيب الدلتا ريبريزنتيف دي عشان ابدا احل المساله. اهم حاجه عندي ايه؟ ان انا عايز اجيب بدايه اول قسم وعايز اجيب اول ريبريزنتيف، ومن عن طريقهم، عن طريق النقطه دي وعن طريق النقطه دي وعن طريق الدلتا ريبريزنتيف هقدر اجيب الرصه دي كلها. حلو. طيب بعد كده عندي حاجه من حاجتين، يا اما انا هبدا اشتغل ان رينج يا اما هشتغل فور رينج. لو قال لي ان رينج هيستوجرام معين، يبقى انا هاخد اقل قيمه في الهيستوجرام واشتغل عليها اللي هي كانها مينيمم، واكبر قيمه في الهيستوجرام واشتغل عليها ان هي ماكسيمم. ده لو قال لي ان رينج. لو ما قاليش يبقى انا هاخد الصفر هو الاقل والاكبر حاجه هي 255. جميل. الدلتا رينج بتساوي الماكسيمم ناقص المينيمم زائد واحد، وزي ما اتفقنا ان هي تبقى الصفر و255. يا اما لو قال لي ان رينج يبقى هشتغل باقل واكبر رقم في الهيستوجرام. بعد كده عايز اجيب حاجه اسمها الدلتا ريبريزنتيف. الدلتا ريبريزنتيف دي عباره عن ايه؟ عباره عن الدلتا رينج على الان. الدلتا رينج اللي هي في البسط. طب الان كابيتال دي عباره عن ايه؟ عباره عن نمبر اوف ريبريزنتيف، يعني عدد المجموعات اللي عندي. تمام. المشكله كلها في الان ديت، يا اما هيداني صريحه يا اما زي ما هنقول دلوقتي هتيجي ازاي. بعد كده عايز اجيب قيمه ريبريزنتيف. اول واحده هتساوي المينيمم يا اما صفر يا اما اقل حاجه في الهيستوجرام زائد الدلتا ريبريزنتيف اللي انا جبتها ديت على الاثنين. طب ريبريزنتيف 2 بتساوي ريبريزنتيف 1 زائد دلتا ريبريزنتيف. طب ريبريزنتيف 3 بتساوي ريبريزنتيف 2 زائد دلتا ريبريزنتيف. جميل. يبقى القانون الطبيعي بتاعي بيقول لي ان هو ريبريزنتيف اي بلس 1 بتساوي ريبريزنتيف اي زائد دلتا ريبريزنتيف. طيب نبدا نحل المساله دي. كانت مساله ان رينج، اقل قيمه فيها 32 اكبر قيمه فيها 200. جميل. يبقى انا عندي هنا 200 ناقص 32 زائد 1 169. عايز اجيب الدلتا ريبريزنتيف. هنا كان في المساله مديني الان صريحه ان هي باربعه، عايز اقسم اربع اجزاء. يبقى اول جزء ثاني جزء ثالث جزء رابع جزء. حلو. يبقى انا عرفت الدلتا ريبريزنتيف بتساوي 42 وانا عندي اول جزء 32. يبقى انا لو جمعت 32 زائد الدلتا ريبريزنتيف هطلع لي القيمه دي.
طيب ولو جمعت 32 زائد لو جمعت الدلتا ريبريزنتيف زائد القيمه اللي هنا هيطلع لي القيمه دي، ولو جمعت القيمه اللي هنا زائد الدلتا ريبريزنتيف هيطلع لي القيمه دي، ولو طلعت الدلتا ريبريزنتيف زائد القيمه اللي هنا هيطلع لي القيمه اللي هنا. جميل. طب عايز اجيب الريبريزنتيف 1 هيساوي ايه؟ هيساوي المينيموم اللي هو ال 32 زائد الدلتا ريبريزنتيف على الاثنين، يبقى انا جبت هنا 53. برضو يبقى انا لو جمعت ال 53 اللي هي ريبريزنتيف 1 على الدلتا ريبريزنتيف هيساوي القيمه دي، لو جمعت الريبريزنتيف 2 زائد الدلتا ريبريزنتيف هيطلع لي القيمه دي، لو جمعت الريبريزنتيف 3 زائد الدلتا ريبريزنتيف هيطلع لي القيمه دي. يبقى انا اهم حاجه عندي عايز اول قيمه بتاعت بدايه القسم عندي او المينيموم، وعايز اول ريبريزنتيف، وعايز الدلتا ريبريزنتيف نفسها، وعن طريقها هقدر اجيب الكلام ده كله. حلو. يبقى ادي اول شكل ليا، اول شكل عندي ان هو هيديني الان جاهزه على طول، يبقى انا هجيب الدلتا رينج الدلتا ريبريزنتيف واجيب الارقام كلها وابدا احطهم بالشكل ده، وابدا اديهم اندكس 0 1 2 3 هيديني رساله اوريجينال، هبدا اشوف الرقم ده قريب لانهي واحد من دول، قريب لصفر هحط له صفر، الرقم ده قريب لانهي واحد، الرقم ده قريب لانهي واحد من دول صفر هدي له صفر، ال 80 قريب لانهي واحد من دول الواحد هدي له واحد، وهكذا. يبقى ادي اول شكل. تاني شكل من اشكال اليونيفورم ان احنا قلنا احنا مش هيديني ان كابيتال على طول، هيديني الكومبريشن ريشيو، او زي ما جت في الميد ترم كده ان هو هيقول لك ان انا عايز الحجم بتاعي لما يقل للربع، الحجم بتاعي كان 8، طب وهو لما يقل للربع يعني هيبقى كام؟ يعني هيبقى 2. هعرف منين ان انا هضرب ال 8 ديت في الربع؟ يبقى 8 هتتضرب في الربع هيديني اللي هو السايز افتر، يبقى ال 8 لما اضربها في الربع هيديني كام؟ 2. جميل. يبقى انا هنا جبت الان سمول 2. ممكن برضو في الامتحان يقول لي ان الام سمول هي 8، يعني ايه الام سمول؟ يعني السايز بيفور، يعني ايه الان سمول؟ يعني السايز افتر. جميل. يبقى الام والان هم السايز بيفور والسايز افتر، يبقى انا عندي هنا جبت الان ديت اللي هي هتبقى 2. طب بعد ما جبت ان هي 2 هعمل ايه؟ الان كابيتال او النمبر اوف او النمبر اوف ريبريزنتيف عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باور الان سمول، يبقى انا هنا الان كابيتال بتساوي 2 باور الان سمول، وانا جبت الان سمول يبقى 2 باور الاثنين هتساوي الاربعه، يبقى انا عندي هنا 4 ريبريزنتيف. جميل. هبدا اعمل ايه؟ هبدا دلوقتي اجيب الدلتا ريبريزنتيف عباره عن ايه؟ عباره عن القانون بتاعي اللي هو الماكسيموم ناقص المينيموم زائد 1 على الان كابيتال. جميل. وبعد كده ابدا اجيب الريبريزنتيف 1 والريبريزنتيف 2 والريبريزنتيف 3. جميل. الشكل اللي بعد كده في المساله ممكن يكون عباره عن ايه؟ ممكن يكون عباره عن ان هو مديني حاجه اسمها الاي ام عباره عن ايه؟ عباره عن الايرور. طب الايرور دوت مش احنا اتفقنا ان الايرور دوت عباره عن ان هو نص الدلتا ريبريزنتيف؟ جميل. طب انا دلوقتي لما اجيب له ان انا الدلتا ريبريزنتيف عندي بتساوي الايرور اللي هو ال 20 دوت في 2. جميل. يعني هيساوي 40. طيب يبقى انا جبت الدلتا ريبريزنتيف ب 40، يبقى انا عندي هنا اول مجموعه عندي سي لو انا هشتغل ان المجموعه كلها عندي الهيستوجرام من صفر، يبقى انا صفر زائد 40 40 بعد كده 40 زائد 40 اجيب الريبريزنتيف الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والكلام ده كله. طيب عايز اجيب الريبريزنتيف 1 هيساوي ايه؟ هيساوي المينيموم زائد دلتا ريبريزنتيف على الاثنين، وابدا اجيب الريبريزنتيف 1 و2 و3 و4. طب هقف امتى؟ المفروض ان انا هعرف نمبر اوف ديريفيشن عشان اقف. طب انا دلوقتي مش هجيب الان كابيتال، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا حاجه من الاثنين، لو انا هشتغل ان رينج يبقى انا ما ينفعش اعدي اكبر رقم في الرينج عندي، لو انا هشتغل في الرينج العادي يبقى انا ما ينفعش اعدي ال 255، يبقى انا هقعد اجيب نمبر اوف ريبريزنتيف لحد ما اجي لحد اخر رقم قبل 255 واقف عندها. طيب لو انت مش عايز تشتغل بالشكل دوت هيديك معادله بالمنظر ده كده على طول، بيقول لك ان المعادله ديت هي اللي بتحقق لك الريبريزنتيف 1 و2 و3 على طول من غير ما تتعب نفسك باي حاجه. يعني ايه؟ يعني هو قال لك ان الايرور عندك ب 20، الاي ام هو الايرور. طب انا عايز اجيب الريبريزنتيف 1 يبقى الاي هيحط مكانها 1. جميل. يبقى انا عندي هنا الاي ام اللي هو ال 20 زائد الواحد ناقص واحد بصفر، صفر في اي حاجه تبقى بصفر، يبقى انا جبت اول ريبريزنتيف ب 20. طب الريبريزنتيف 2 اللي انا عندي هنا الاي ب 2، يبقى انا عندي هنا ال 20 زائد 2 ناقص واحد هيديني واحد في 2 في 20 اداني 60. هجيب الريزنتيف 3 و4 و5 لحد ما اكمل. طب هقف امتى؟ هقف لحد ما اشوف اخر رقم قبل ال 255. جميل. يبقى ادي الثلاث اشكال بتوعي، يا اما هيديني الان ثابته على طول، يا اما هيديني الان سمول اللي هي السايز افتر، ومعناها كده ان هو ممكن يديني الام سمول اللي هي السايز بيفور، ومن الان سمول هجيب الان كابيتال اللي هو ان كابيتال بتساوي 2 باور الان. او الشكل الثالث بتاعي ان هو يديني نسبه الايرور. طب هيديني نسبه الايرور ده عباره عن ايه؟ عندي حاجتين، يا اما هقول ان الايرور بيساوي دلتا ريبريزنتيف على الاثنين واجيب منها الدلتا ريبريزنتيف اللي انا اضرب الايرور في 2، او ان انا ابدا اشتغل بالمعادله ديت لو انا عايز. بعد كده ال بي جي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بشتغل بحاجه من الاثنين، يا اما باليونيفورم يعني زي الطريقه اللي فاتت، بعد كده هكمل عند خطوه ثانيه واول لما نجينا هقول لكم، او هنشتغل بحاجه اسمها الماكسيمين. الماكسيمين عباره عن ايه؟ اللي انا عايز اجيب حاجه اسمها كود بوك اوف سايزر بعدها هيستوجرام عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. اول حاجه هاخد الكود او الجراي اللي في الهيستوجرام واحطه بالمنظر ده كده، هشوف اقل رقم فيهم هنا او اول رقم عباره عن ايه؟ ال 50، يبقى هحطه فوق. جميل. طب بعد كده هطرح ال 50 من كل القيم اللي موجوده هنا ديت، يبقى اطرح ال 50 من كل الحاجات دي. جميل. بعد كده هلاقي الارقام دي كلها هعمل ايه؟ هاخد اكبر رقم من الارقام دي اللي هو ال 160، هروح للرقم الاساسي بتاعه واحطه فوق. يبقى انا هنا هشوف اول حاجه خالص اصغر رقم، بعد كده هطرح اطرح الرقم اللي فوق من كل الارقام دي واختار اكبر رقم واشوف الاساسي بتاعه واحطه فوق. بعد كده الرقم اللي فوق دوت هطرحه من كل الارقام الاساسيه تاني. حلو. بعد كده بقى عندي عمودين، هعمل ايه؟ هختار الصغير بين الاثنين دول والصغير 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 بين الاثنين دول. بعد كده هختار اكبر رقم من الاصغر او من اللي انا عملت لهم دوائر، يعني انا هعمل ده وده، هعمل دوريه حوالين الصفر لانه الاصغر، هعمل حوالين ال 20 لانه الاصغر، هعمل حوالين ال 50 لانه الاصغر، ال 70 لانه الاصغر، ال 30 وال 10 والصفر
لانهم الاصغر. اكبر رقم جوه الدوائر دي كام؟ كان ال 70، يبقى هروح الرقم الاصلي المناظر ليه واحطه فوق. طيب هو قال لي عايز كود بوك اوف سايز 4، يبقى انا هقف امتى؟ لما اجيب له رقم 2 3 4. يبقى انا هنا دوت كان الرقم الثالث، يبقى هحطه فوق وابدا اطرح ال 120 من كل رقم من دول واحط الارقام دي كلها هنا. هعمل ايه؟ بقى عندي ثلاث تعمده، يبقى هشتغل صف صف صف. يبقى اقل رقم في الصفر وال 160 وال 70، الصفر هعمل عليه دوريه 20 140 50، هعمل حوالين ال 20 هنا، هعمل حوالين ال 20 هنا، حوالين الصفر هنا، حوالين ال 30 هنا، حوالين ال 10 هنا، حوالين الصفر. اكبر رقم هيقابلني هو كام؟ عباره عن ان هو كان ال 60. يبقى ال 60 ديت هروح للرقم الاصلي المناظر ليها ال 180 واحطه فوق. طيب هل هكمل هنا؟ لا مش هكمل. ليه؟ لان هو كان عايز كود بوك اوف سايز 4، يبقى انا جبت ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. يبقى دي كده اول خطوه في المساله. تاني خطوه في المساله عباره عن ايه؟ اللي انا عرفت عندي ان الكود بوك بتوعي عباره عن 50 و210 و120 و180. هاجي الارقام الاصليه اللي عندي هنا ال 50 ديت تبع انهي واحده من دول؟ هتبقى تبع ال 50. ال 70 تبع انهي واحده من دول؟ تبع ال 50. ال 100 تبع انهي واحده من دول؟ تبع ال 120. طب ال 120 تبع انهي واحده من دول؟ ال 120. يعني ايه تبع انهي واحده؟ يعني اقرب لانهي واحده منهم. يبقى انا بعد كده هلاقي ان انا عندي هنا ادي الارقام بتاعتي ال 50 وال 120 وال 180 وال 210، ولقيت ان ال 50 معاها 50 و70، ال 120 120 و100 و120 180 معاها ال 180 و 210 معاها 200 و 210. طيب بعد كده هبدا اعمل ايه؟ بعد كده هبدا اعمل حاجه اسمها ريكومبيوت. ريكومبيوت دي عباره عن ايه؟ ان انا عندي هنا الكاونت انا لسه ما قربتلوش. المجموعه الاولى كان فيها 50 و70، هروح اضرب ال 50 في الكاونت بتاعها، يبقى 50 في 10 زائد 70% على مجموع الكاونت اللي هو ال 100 زائد ال 10. طب انا ليه عملت ال 50 وال 70 بس؟ لان هم الارقام اللي كانت موجوده في المجموعه الاولى. يبقى هو 50 في 10 زائد 70% على مجموع الكاونت. ال 120 فيها 100 و120، يبقى ال 100 في الكاونت بتاعها زائد ال 120 في الكاونت بتاعها على مجموع الكاونت. المجموعه الثالثه 180 هتفضل زي ما هي. المجموعه الثالثه 200 و210، يبقى 200 في الكاونت بتاعها زائد 210 في الكاونت بتاعها على مجموع الكاونت. حلو. جبت اربع ارقام جداد، يبقى الاربع ارقام جداد دول هم الكود بوك الجديد بتاعي. يبقى انا عندي هنا بدل ما كان عندي 50 يبقى عندي 68، يبقى هو الرقم اللي عندي طلع دوت. ال 120 بقت 108، ال 180 هتفضل زي ما هي، ال 210 طلعت 201. الارقام دي جبتها منين؟ هي من نواتج الريكومبيوت اللي انا عملته بالمنظر ده هنا كده. تمام. حلو. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا اقسم المجموعه التاني. لقيت ان المجموعه ديت برده فيها 50 و70، المجموعه دي فيها 100 و120، المجموعه دي فيها 180، المجموعه دي فيها 200 و210. يبقى انا كده هقول له ان الكود بوك اوف سايز 0 اللي هو ده بيساوي الكود بوك اوف سايز 1، هيبقى نو تشينج. يبقى انا كده هعمل ستوب للاتريشن بتاعتي او لللوب بتاعي. طيب احنا اتفقنا ان احنا عندنا لو هحل باليونيفورم اول خطوه بدل الماكس من، هوصل للمنظر ده كده ان انا هجيب ريبريزنتيف 1 ريبريزنتيف 2 ريبريزنتيف 3 ريبريزنتيف 4. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل الريكومبيوت تاني. يبقى انا عندي هنا اليونيفورم بيخلص لما اجيب ريبريزنتيف 1 وريبريزنتيف 2 و3 و4، بس هنا في الطريقه دي اسمهم كود بوك اوف 0 او 1 او 2 او ايا كان من الكلام ده كله. حلو. يبقى ادي اول حاجه او اول طريقه بيجي بيها الامتحان. جميل. بعد كده ممكن يجي يقول لي هنا ان نسبه الايرور بتاعتك تكون اصغر من ال 50. طيب نشوف لو في مساله ثانيه كده محلول عليها بنفس الشكل دوت نحلها. هنا قال لي ان هو عايز الكود بوك اوف سايز 3، لا يبقى مش هنا. طيب نرجع تاني لنفس المساله اللي كانت في الاول ونحل ان انا عندي الايرور اقل من 50. طب هعمل ايه؟ يعني انا اول حاجه خالص لما انا جيت اخترت اول رقم حطيته فوق، بعد كده طرحت ال 50 من كل الارقام دي، طلعت اكبر حاجه عندي ال 160. يبقى هنا الايرور 160. ال 160 دوت اصغر من ال 50؟ لا مش اصغر. يبقى هعمل ايه؟ هكمل المساله. يبقى هاخد الرقم الاساسي احطه فوق واطرح الكلام ده كله. لما حددت كان عندي هنا الصغير الصفر وهنا ال20 وهنا الصغير ال50 وهنا الصغير ال70 وال30 وال10 والصفر. اكبر رقم كان جوه الدوائر كان كام؟ كان ال70. طب هل ال70 دي بتحقق المعادله؟ لا مش بتحقق المعادله. يبقى انا هكمل تاني، يبقى هطلع فوق ال120 واحطها واشتغل تاني. طيب بعد كده كان عندي ال60 دي بتحقق المعادله؟ لا مش بتحقق المعادله. يبقى هاخد ال180 بتاعتها واحطها فوق واحط الارقام دي كلها تاني وابدا احدد بين الاصغر بين الاربع عمدان دول والاربع عمدان دول وهكذا. يبقى انا هقف امتى؟ لما الاقي الرقم الاكبر رقم جوه الدوائر بيحقق المعادله بتاعتي. يبقى ادي تاني شكل ليها. وطبعا الريكومبيوت اللي هو الخطوه ديت ما فيهاش اي مشكله وهكملها عادي جدا. يبقى انا عندي كل مجموعه كل رقم هشوف فيه المجموعه بتاعته فيها كام رقم واعمل لهم ريكومبيوت، عباره عن الجري في كاونت جري في كاونت على مجموع الكاونت. طيب نكمل بعد كده. انا دلوقتي وصلت ان انا دلوقتي عايز اعمل حاجه اسمها نيو هيستوجرام. ليه؟ لان ممكن المساله ديت تكون مساله مركبه، يقول لك حلها لي بالال بي جي بعد كده اعمل لي حاجه ثانيه عليها، او حلها لي باليونيفورم واعمل لي حاجه ثانيه عليها زي برده ما جه في الميد تيرم. هعمل ايه دلوقتي؟ مش انا طلعت ان الارقام بتاعتي في الاخر خالص هي كانت بالمنظر ده اللي هي 86 وال 108 وال 180 و201. طيب 68 دي كان في ايه الارقام اللي معايا؟ 50 و70. يبقى انا هروح للهيستوجرام بتاعها. ال 50 وال 70 كان عندهم كاونت كام وكام؟ 100 و110. يبقى انا هاجي عند الرقم دوت واحط الكاونت بتاع ال 50 زائد الكاونت بتاع ال 70. عند ال 108 هحط الكاونت بتاع ال 100 بلس الكاونت بتاع ال 120. ال 180 هحط عندها الكاونت بتاع ال 180. ال 201 هحط عندها الكاونت بتاع ال 200 زائد ال 201. يبقى انا كده عملت هيستوجرام جديد عشان اقدر اشتغل عليه باي طريقه ثانيه هيقولها لي. يبقى ده كده منظر الطريق ده منظر المسائل المركبه ما فيهاش اي فكر خالص الا اللي انت بس تربط الدنيا ببعضها. يبقى انا عندي هنا
بالظبط زي ما عملت كده، ادي عندي 68 ال 108 ال 180 ال 201. ال 68 كان عندها كام؟ ال 50 وال 70، يبقى انا جمعت الكاونت بتاعي ال 50 مع ال 70 ال 110 حطيتهم تحت هنا اهو. ال 108 كان عندها ال 100 وال 120، يبقى جمعت ده وجمعت دوت وحطيتهم هنا. ال 180 كان معاها ال 180 بس، وال 200 وال 201 كان معاها 200 وال 210، يبقى 500 زائد 70 570. يبقى ده الهيستوجرام بتاعه اهو. هيقول لي بقى اعمله اريثماتيك، اعمله هوفمان، اعمله اي حاجه، يبقى انا كده خلاص عرفت ازاي اربط الطريقتين ببعض. طيب الطريقه ديت الاساسيه، بعد ما جبت خلاص عندي الكود بوك الاساسي بتاعي، هعمل ايه؟ هديله اندكس 0 1 2 3 وادي الاوريجينال بتاعي. هبدا اعمل ايه؟ ال 50 دي اقرب لانهي واحده من دول؟ لصفر، يبقى اديها صفر. ال 50 اقرب للصفر، ال 70 للصفر، ال 100 اقرب لانهي واحده؟ للواحد، هحط الواحد وامشي وامشي وهكذا. نفس النظام بالظبط. طيب الديكود عباره عن ايه؟ الصفر دوت بيعبر عن كام؟ عن 68، يبقى احط هنا 68. الصفر هنا بيعبر عن كام؟ 68، احط 68. الواحد بيعبر عن كام؟ 108، هحط 108. الثلاثه بتعبر عن كام؟ 201، يبقى احط هنا 201. يبقى كده ادي ال بي جي. جميل. ممكن يديني عندي هنا يقول لي هات لي انكودنج للكلام دوت، يبقى ال 120 هروح انا اللي انا جبتهم هنا، ال 120 اقرب لانهي واحده من دول، وابدا احط هنا الرقم بتاعها. حلو قوي. القانون دوت ملناش دعوه بيه، احنا هنشتغل بالقانون العادي اللي احنا خدناه في السكشن او في باقي الطرق. يبقى الكلام ده كده ملناش اي علاقه بيه، دوت مش هنحل بيه. جميل كده. يبقى ده كده كله ملغي. ليه ملغي؟ لان القانون التاني اسهل. عباره عن ايه؟ عباره عن سمشن الاوريجينال تربيع على اللوس تربيع، والاثنين دول، والقانون القديم ده صح عشان ما تشغلش نفسك وتحل بدوت، وممكن تحل بالتاني يبقى اسهل. جميل. يبقى كده ال بي جي مشروح. بعد كده اول نقطه في الفراكتال ممكن يجيب فيها اسئله، هي عباره عن ايه؟ ان هو يقول لي انا عايز عدد الرينج اللي موجود في الرسمه كلها او في الشكل كله بتاعك، وعدد الدومين اللي موجودين في الشكل كله بتاعك. الرينج عباره عن القانون ان هو بيقول لي هنا الان كابيتال على ان سمول في الان كابيتال على ان سمول، الان دي والان دي ايه؟ عباره عن الريزوليوشن. يبقى هو لازم يسيب مثلا يديك الريزوليوشن 1024 في 1024، يبقى انا هحط هنا 1024 وهحط هنا 1024. طيب عباره المقام عباره عن الان سمول، والان سمول عباره عن الرينج بلوك سايز، يعني هو يقول لك ان الرينج بتاعك عباره عن سايز اوف 4 في 4، يبقى هنا 1024 على 4 في 1024 على 4، الرقم اللي هيطلع هو نمبر اوف رينج بلوك. جميل. طيب الدومين بلوك عباره عن ايه؟ عباره عن الام ناقص الاثنين في الان زائد الواحد. الام الكابيتال والان الكابيتال عباره عن برضو اللي هم اللي هو مثلا 1024 في 1024 في عدد الالوان اللي هم ام في ان في كيو. يبقى انا هنا برضو هعوض بالام بكابيتال والان، الام والان اللي هم برضو الريزوليوشن بتاعي. طيب الان دي والان ديت برضو هم عدد الرينج، يبقى انا هنا لو 1024 يبقى 1024 ناقص 2 في اللي هو عندي هنا، لو الرينج بتاع 4 في 4 يبقى 2 في 4 زائد 1 موجوده مضروبه فيه ال 1024 ناقص 2 في 4 زائد الواحد لو انا بشتغل الرينج 4 في 4. جميل. يبقى دي اول نوع من المسائل. طيب المساله العاديه بتاعتي بقى اللي احنا متعودين عليها عباره عن ايه؟ اول حاجه عباره عن ان انا دلوقتي بيديني رينج في المساله الاساسي وبيديني دومين. الدومين دوت لازم يبقى ضعف الرينج، يبقى الدومين دوت 4 في 4، يبقى انا هجيب منه رينج صغير اسمه 2 في 2. يبقى الرينج الصغير اللي انا هجيبه منه دوت عباره عن انه جاي من الدومين. طيب هجيبه ازاي؟ انا هعمل مربعات 2 في 2. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الشكل ده، يبقى انا هعمل مربع بالمنظر ده كده، يبقى انا هعمل مربع بالمنظر ده كده واجيب المتوسط بتاعهم. طيب والاربعه دول كمان زي بعض، والاربعه دول كمان زي بعض، والاربعه دول كمان زي بعض، يبقى انا هجمع، يبقى انا عندي الاربعه دول مجموعهم على عددهم هيجيب لي الرقم بتاعي اللي هو هيطلع 11. الاربعه دول مجموعهم على عددهم هيطلع لي ال 12، الكلام ده كله مجموعهم على عددهم هيطلع لي 11، الكلام ده كله مجموعهم على عددهم هيطلع لي 8. يبقى انا دايما عشان خاطر ما الخبطش نفسي هقسمهم لبلوكات صغيره 2 في 2، واجيب المتوسط بتاعهم واحط الرقم هنا. لو هو 4 في 4 يبقى 2 في 2، يبقى لو هو الدومين بتاعي 16 في 16 يبقى الرينج 8 في 8، لو هو الدومين بتاعي 32 في 32 يبقى هقسم على الاثنين واشوف هيبقى كام. حلو. يبقى انا اول خطوه بعملها ان انا بصغر الدومين بتاعي، يبقى انا صغرته بالمنظر دوت اللي انا جبت المتوسط. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل اورينتيشن لصفر و90 و180 و270. طيب الصفر بتاعي ده الناتج اللي طلع. لما اعمل له اورينتيشن عند الصفر يبقى يفضل زي ما هو. لما اجي اعمل عند ال90 هعمل ايه؟ هحول كل عمود لصف. يعني ايه؟ يعني دوت همشي من على الشمال. الكلام دوت ال11 دي هي فوق تبقى على اليمين، ال8 دي كانت تحت يبقى هتبقى على الشمال. الكلام ده ال12 فوق يبقى هتبقى على اليمين، ال11 دي تحت يبقى هتبقى على الشمال. جبت ال90 عايز اجيب ال180، يبقى هنا اللي فوق يبقى هتبقى على اليمين، اللي تحت هتبقى على الشمال. اللي فوق هتبقى على اليمين واللي تحت هتبقى على الشمال. عايز اجيب ال270، اللي فوق هتبقى على اليمين واللي تحت هتبقى على الشمال، واللي فوق هتبقى على اليمين واللي تحت هتبقى على الشمال. جبت الاورينتيشن عند الصفر وال90 وال180 وال270. حلو. جه الدور دلوقتي اللي انا هشتغل بالرينج الاساسي اللي كان مدوني اصلا في المساله، يبقى هو دوت الرينج اللي انا جبته من الدومين، بس لما عملت له اورينتيشن عند الصفر وال90 وال180 وال270 الرينج الاساسي بتاعي عباره عن الكلام ده. طيب هبدا اعمل ايه؟ هبدا احسب الايرور. الايرور عباره عن ايه؟ عباره عن جذر الرينج ناقص الاورينتيشن تربيع. يعني ايه؟ يعني انا اول قيمه عندي هنا في الرينج كانت كام؟ كانت 10، واول قيمه في الاورينتيشن صفر كانت كام؟ كانت 11. يبقى جذر ال 10 ناقص 11 تربيع زائد ال 5
ناقص ال 12 تربيع زائد السبعة ناقص ال 8 تربيع زائد ال 10 ناقص ال 11 تربيع، واحط الناتج بتاعها. هجيب اورينتيشن 2 اللي هي ال 90، يبقى ال 10 ناقص ال 8 تربيع زائد ال 5 ناقص ال 11 تربيع زائد السبعة ناقص ال 11 تربيع زائد ال 10 ناقص ال 12 تربيع، واكمل كل الكلام ده كده. يبقى انا دلوقتي عندي هنا طبعا ما ننساش ان هو تحت الجذر، يعني عندي هنا اورينتيشن عند الصفر، اورينتيشن عند ال 90، عند ال 180، عند ال 270. اول حاجه بعملها ان انا دلوقتي هشوف اقل ايرور منهم كام واحدده. يبقى اقل ايرور هيطلع لي هو ده اللي هكمل بيه المساله. صاحب اقل ايرور هاخد منه حاجتين، الماتريكس بتاعته والنت والاورينتيشن بتاعه. يعني انا لو سي مثلا ان اقل ايرور عندي طلع ان هو كان 5، اللي هو كان الاورينتيشن 4 او اورينتيشن 270، يبقى انا دلوقتي عايز اطلع بحاجتين، الماتريكس ديت، وعايز اطلع بان انا عرفت ان انا الاورينتيشن بتاعي هو ال 270. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا احط الدومين والرينج عندي بالشكل ده. الرينج بتاعي اللي هو ادهوني في المساله الاصلي اللي انا ما عملتش بيه حاجه خالص دلوقتي الا اللي انا حسبت بيه الايرور، هحطه بالمنظر ده. طب هقرا ازاي الماتريكس دي كده؟ عباره عن 10 5 7 10، يبقى انا عندي بالمنظر ده كده. طيب الدومين عباره عن ايه؟ الدومين عباره عن ان انا عندي الدومين بتاعي بافتراض ان هو كان الشكل ده، يبقى هقراه 12 11 11 8. جميل. طيب انا دلوقتي عندي هنا المساله ديت الارقام زي ما اتفقنا ان احنا مالناش علاقه بيها، بس احنا بنشرح المساله. يبقى انا عندي هنا ال 12 ال 7 ال 9 ال 12. لازم اكون عارف ان الرينج بعبر عنه بحرف البي، الدومين بعبر عنه بحرف الاي. يبقى ممكن نفهمها بايه؟ ان الحاجه الكبيره او الدومين هو دايما بيبقى اكبر من الرينج، فهو هياخد الحاجه الاولانيه اللي هو حرف الاي. الرينج هو بيبقى الحاجه الصغيره الاصليه اللي بيكون مديهاني، هتبقى هي الحرف البي. طيب ايه هو قانون السكيل وايه هو قانون الاوفست؟ نرجع لهم كده عشان خاطر نشوفهم. قانون السكيل عباره عن ايه؟ عباره عن الان اللي هو عدد العناصر. يعني انا عندي هنا عنصر 2 3 4، يبقى انا عندي هعوض باربعه. بعد كده سمشن الاي اي في البي اي، يبقى انا هضرب العنصر ده في العنصر ده زائد العنصر ده في العنصر ده زائد العنصر ده في العنصر ده زائد العنصر ده في العنصر ده. بعد كده ناقص سمشن الاي اي، يعني العنصر ده زائد العنصر ده زائد العنصر ده زائد العنصر ده، هيتضرب في سمشن البي اي اللي هو العنصر ده زائد العنصر ده زائد العنصر ده زائد العنصر ده في المقام عندي الان اللي هو عدد العناصر، هيتضرب في سمشن الاي اي كل تربيع جوه القوس. يعني ايه؟ يعني الاي اي دي تربيع زائد دي تربيع زائد دي تربيع زائد دي تربيع، هتطرح من ايه؟ هتطرح من الاي اي تربيع بره القوس، يعني دي زائد دي زائد دي زائد دي، وبعد كده اربع. جبت السكيل، عايز اجيب الاوفست عباره عن سمشن البي اي دي زائد دي زائد دي زائد دي ناقص السكيل اللي انا جبتها من فوق اكتبها هنا. بعد كده هتتضرب في سمشن الاي اي اللي هو ده زائد ده زائد ده زائد ده، هيتقسم على الان. يبقى انا دلوقتي بعد ما جبت السكيل وبعد ما جبت الاوفست بالمنظر ده، هيبقى انا عندي الانكودنج فايل هيبقى عندي بالشكل ده، عباره عن الاكس والواي السكيل الاوفست الاورينتيشن. السكيل اللي انا جبتها، الاوفست اللي انا برده لسه جايبها. جميل. هحط القيم بتاعتها على طول. الاورينتيشن انا عندي 0 و90 و180 و270. احنا اتفقنا ان انا لما بجيب اقل ايرور بسجل حاجتين، الماتريكس بتاعتي عشان اقدر اعمل بيها السكيل والاوفست، وبسجل هي ايه اصلا صاحبه او الاورينتيشن صاحب اقل ايرور. احنا قلنا ان هو 270، يبقى انا هحط مكان الاورينتيشن هنا 3، او بالباينري بتاعها اللي هي تبقى 1 1. ايه هو الاكس والواي دوت؟ انا دلوقتي عندي الدومين الكبير. جميل. الدومين الصغير بعد ما خلصت عليه كل الحاجات دي كلها، هبدا اشوف هو بيتسكن فين في الدومين الكبير. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هنا كان عندي الماتريكس الدومين بتاعتي بالمنظر ده. بعد ما عملت الاورينتيشن وخلصت وجبت الحاجات دي كلها، هبدا اشوف الماتريكس بتاعتي ديت مكانها فين في الشكل ده. يبقى انا لازم الاقي الماتريكس ديت موجوده في الشكل دوت هنا كده. وعن طريق مثلا بافتراض ان هو كانت 10 11 7 20، يبقى انا هبدا اشوف الاندكس بتاع دوت اندكس 0 اندكس 1 اندكس 2 اندكس 3. هنا اندكس 0 اندكس 1 اندكس 2 اندكس 3. يبقى هنا عندي هنا بدايه الماتريكس ديت كانت في اندكس 1 واندكس 1، يبقى انا عندي الاكس بواحد والواي بواحد. السكيل والاوفست جبتهم زي ما هم، والاورينتيشن عرفت هي صاحب انهي واحده صاحبه اقل ايرور وحددتها. جميل. يبقى الاكس والواي تاني بجيبهم منين عشان الناس ما تتلخبطش؟ بعد ما جبت الرينج وعملت عليه كل الشغل والاورينتيشن والكلام ده كله، هبدا اشوف مكانه الاصلي في الدومين دوت. يبقى انا لازم الاقيه في الدومين ده. يبقى ده كده شرحنا كل حاجه موجوده على الفراكتور. اخر طريقه عندنا وهي الجي بي جي. الجي بي جي بتتكون من ايه؟ بتتكون من 8 طرق، عشان ممكن هو في السؤال يقول لك ازاي بتحل بالجي بي جي. اول حاجه عندك ان انت بتحول الماتريكس الاصليه لماتريكس الار وماتريكس الجي وماتريكس البي اللي هو ريد وجرين وبلو. تاني حاجه اللي انا بحول الار وجرين وبلو دول لحاجه اسمها الواي واليو والفي. تالت خطوه بعمل حاجه اسمها ريديوس لليو والفي، يعني بقلل حجمهم. بعد كده بعمل حاجه اسمها سيت رينج سيمتريك اراوند زيرو، يعني بطرح كل حاجه من 128. بعد كده بعمل الدي سي تي اللي هي ديسكريت كوزاين ترانسفورميشن. بعد كده كوانتايزيشن. بعد كده زيجزاج. بعد كده الانتروبي عن طريق الران لينس اند الهوفمان. حلو. يبقى انا عندي او المسائل بتيجي منين؟ يعني بتيجي من الخطوه الثانيه للخطوه الرابعه، او من الخطوه السادسه للخطوه الثامنه. الخطوه الخامسه ديت مش علينا لان احنا خدناها في الكمبيوتر فيجن. الخطوه الاولى مش علينا لان هي تبقى طويله جدا واحنا ما خدناهاش. طيب المساله هتيجي ازاي؟ اول حاجه اللي انا هيديني ماتريكس بالمنظر ده كده،
كده ويبدا يقول لي اشتغل على اول اليمنت عندك هنا عشان توصل له لحد الدي سي تي. طيب اول حاجه عندي ان انا هاخد العنصر ده والعنصر ده والعنصر ده. طب مش انا عندي في خطوه من الخطوات اسمها ريديوس يو الفي؟ طب انا ازاي هقدر اقلل حجم الحاجه وهي فيها عنصر واحد بس؟ يبقى هو هنا لو قال لي اشتغل على اول عنصر فانا هاخد العناصر اللي جنبها معايا، يبقى انا هاخد العنصر ده وده وده وده، وهنا هاخد العنصر ده وده وده وده، وهنا هاخد العنصر ده وده وده وده. طب لو هو جه قال لي اشتغل على مثلا اول عنصرين يبقى هشتغل على العنصر ده والعنصر ده. هل هحتاج ان انا هقدر اخد حاجه ثانيه معايا؟ لا. ليه؟ لان لما اجي اعمل ريديوس يبقى انا عندي عنصرين فهقدر اصغرهم يبقوا عنصر واحد. طيب نبدا بقى نحل الخطوات. اول حاجه لازم اكون حافظ شكل الماتريكس دي، شكل المعادلات ديت. اللي انا عندي هنا اول عنصر كان ال 12، يبقى انا هضرب هنا الرقم دوت في ال 12 زائد الرقم دوت في الجرين ال 24 زائد الرقم دوت في البلو اللي هو ال 22. يبقى انا كده جبت الواي. يبقى انا عايز اجيب اليو عن طريق البلو اللي هو كان 22 ناقص الواي اللي انا هطلعها من هنا. الفي عباره عن الريد اللي هو ال 12 ناقص الواي. جميل. يبقى انا هجيب الكلام دوت بالنسبه لاول نقطه وتاني نقط وتالت نقط ورابع نقط. طلع لي ماتريكس بالمنظر ده. عايز اعمل ريديوس لليو الفي هعمل ايه؟ انا جبت سيره الواي، لا هتنزل زي ما هي. اليو هعمل فيها ايه؟ عايز اعمل لها ريديوس، مش هم اربع قيم يبقى انا هجيب المتوسط بتاعهم يبقى هيطلع لي قيمه واحده. طب لو هم كانوا قيمتين هجيب المتوسط بتاعهم هيبقى قيمه واحده. يبقى انا دلوقتي لو قال لي شغال على قيمه واحده بس يبقى انا لازم ازود قيم معايا عشان اقدر اعمل لها ريديوس. لو قال لي شغال على 2 3 4 5 100 1000 يبقى انا مش هاخد اي حاجه زياده لان القيم اللي معايا ديت هقدر اقللها بما اني هقدر اجيب المتوسط. يبقى انا هنا هعمل الكلام ده لليو، هعمل ده للفي، هجيب المتوسط هنا واجيب المتوسط هنا. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هطرح كل قيمه من 128 اللي هي الخطوه الاخيره اللي هي ست رينج سيمتريك اراوند زيرو. يبقى انا هطرح دي من 100، يبقى انا هطرح دي من 128 دي ناقص 128 دي ناقص 128 دي ناقص 128 دي ناقص 128 دي من ناقص 128. هيطلع لي ماتريكس بالمنظر دوت. يبقى انا كده وصلت لخطوه الدي سي تي، يبقى انا خلصت اول خطوه من خطوات المساله. طيب تاني حاجه عباره عن ايه؟ عباره عن الدي سي تي. هعمل ايه؟ يبقى هي الخطوه الخامسه والسادسه والسابعه والثامنه. هيديني ماتريكس الدي سي تي، هيديني اللون بتاعي، هيديني حاجه اسمها الواي كوانتايزيشن، اليو والفي كوانتايزيشن، هيديني حاجه اسمها الكواليتي فاكتور. اول حاجه بشوفها لما اشوف الكواليتي فاكتور هبدا اضرب الكواليتي فاكتور دوت في الدي سي تي. يبقى انا هنا لو شفت كلمه كواليتي فاكتور يبقى هضرب الكواليتي فاكتور في كل الكلام ده. حلو. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هشوف الماتريكس بتاعتي اسمها ايه، اسمها بلو او ريد يبقى هشتغل على اليو والفي. لو انتنستي يبقى انا هشتغل على الواي. يبقى هي هنا اسمها بلو. يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ يبقى انا اول حاجه اللي هي خطوه الكوانتايزيشن هبدا اقسم الديسكريت كوساين ترانسفورميشن على اليو والفي اللي هي انهي واحده عشان ما نتلخبطش، عباره عن الدي سي تي اللي هي ديت على الكلام ده. لو هو كان مديني الكواليتي فاكتور يبقى انا هضرب 2 في كل عنصر من دول والناتج بتاعي هقسمه على اليو والفي. يبقى انا عندي سواء هضرب او هقسم كل عنصر في العنصر المقابل ليه، كل عنصر على العنصر المقابل ليه سواء ضرب او قسمه. طيب جميل. بعد كده خلصت الكوانتيزيشن عباره عن ايه؟ هيطلع لي ماتريكس زي دوت كده عباره عن فيها زيروهات كتير. لازم ابقى انا عارف حافظ منظر الشكل دوت. الشكل دوت بيجاب ازاي؟ عن طريق خطوه يمين هنزل بميله، هنزل هطلع بميله، خطوه يمين هنزل بميله، هنزل هطلع بميله، خطوه يمين هنزل بميله، هنزل هطلع بميله، خطوه يمين هنزل بميل، بعد كده هخش يمين واطلع بميله. يبقى انا هقعد امشي كده بالظبط لحد ما اوصل لاخر عنصر عندي. طب جميل. الشكل دوت هعمله ازاي؟ هعمله على العنصر ده. يبقى انا عندي اول حاجه تدل على انا صح شويه ان الكوانتايزيشن بتاعي عباره عن ان بيبقى فيه زيروهات كتيره قوي. جميل. يبقى انا رسمت الشكل ده كده ان انا عندي هنا ادي اهو يمين نزلت بميله، تحت طلعت بميله، يمين نزلت بميله، تحت طلعت بميله، واقعد اكمل بالمنظر ده. بعد كده همشي على اخر خطوه خالص اللي هي عباره عن الانكودنج فايل بالران لينس وبالهوفمان بتاعي. طب الانكودنج عن طريق الران لينس عباره عن ايه؟ اول حاجه دي اول قيمه بتتحط في الهيدر مش هشتغل عليها عشان اوصل من اول قيمه للقيمه اللي بعدها. هل انا عديت على زيرو؟ لا ما عدتش على زيرو. يبقى انا عندي القوس بتاعي بعبر عنه ازاي؟ اول حاجه نمبر اوف زيرو يعني عدد الزيروهات اللي انا عديت عليها. تاني حاجه عباره عن ايه اللي انا رايح له. يبقى انا وانا واقف هنا هل انا عديت على زيروهات؟ لا. يبقى انا هحط زيرو. طب انا رايح على فين؟ على سالب 3 هيبقى شكلها صفر وسالب 3. طيب جميل. يبقى انا عندي من سالب 3 عايز اروح للي بعدها. يبقى انا عندي عديت على زيرو؟ لا. يبقى صفر و12. جميل. طب بعد كده ال 12 دي عايز اروح للي بعدها. هل عديت على صفر؟ لا. يبقى صفر و3. طيب نيجي احنا هنا نعمل الاثنين دي عايز اوصل للي بعدها. اللي بعدها كان سالب 1. طب انا عديت على زيروهات؟ يبقى القوس بتاعي هيبقى 1 وسالب 1. طب انا وصلت هنا وعايز اوصل للي بعدها. اللي بعدها فين؟ اللي هي هنا. يبقى انا عديت على 0 2 3 4 5 ووصلت للسالب 1. يبقى انا هيبقى القوس عندي 5 وسالب 1. طيب هل عندي قيم بعد القيمه دي؟ لا. يبقى انا هكتب اي او بي يعني اند اوف الاقواس بتاعتي دي. الشكل بتاعي في الاخر بتاعي هيبقى بالمنظر ده كده. يبقى انا بشوف انا لو قررت الزيروهات هحطها هنا وهشوف انا رايح على فين. يبقى هنا انا قررت كام عدد تكرار الزيروهات ورايح على فين، عدد تكرار الزيروهات ورايح على فين، عدد تكرار الزيروهات ورايح على فين. طيب اخر خطوه خالص هعملها ان انا عندي ادي الناتج بتاعي دوت هبدا اعمل له حاجه اسمها الهوفمان بتاعي. الهوفمان ده عباره عن ايه؟ هاخد اول رقم خالص عندي. اول رقم خالص عندي كان اللي هو 0 وسالب 3. طيب اول حاجه في الهوفمان
بثلاث حاجات. اول قيمه عندي ان انا عندي عدد تكرار الزيروهات برضه، يبقى اول عدد تكرار الزيروهات هينزل زي ما هو، لو كان صفر في الران لينس يبقى ينزل هنا صفر. طيب اشتغل على اول حاجه اللي هي كانت سالب 3. سالب 3 ديت كانت موجوده فين؟ الهوفمان بتاعي هو اللي بيديني الجدول بتاعه اللي هو الكلام ده. سالب 3 كانت موجوده فين؟ هنا موجوده في الرينج الثاني. يبقى انا اول حاجه القوس بتاعي كان اسمه صفر وسالب 3، يبقى الهوفمان بتاعه هيبقى صفر. عدد تكرار الزيرو هنا كان صفر، يبقى هنا هيبقى صفر كمان. طيب بعد كده السالب 3 دي موجوده في انهي جروب؟ 2، يبقى انا هحط تاني حاجه، تاني خانه عندي عدد الرقم بتاع الجروب يبقى 2. تالت خانه الاندكس بتاعها، السالب 3 دي في اندكس كام؟ في اندكس 0، يعني الكود بتاعها 0 0. طيب لو هنا قال لي ان انا كان عندي صفر و2، يبقى انا عندي اول حاجه هحط الصفر عدد تكرار الزيروهات، تاني حاجه الجروب بتاعي اللي هو هيبقى 2، تالت حاجه الاندكس. الاثنين دي موجوده في انهي اندكس؟ موجوده هنا، ده اندكس 0، ده اندكس 1، ده اندكس 2. اندكس 2 يعني 1 0، يبقى انا هيبقى في 1 0. يبقى انا الكلام ده كله لازم افكه. يبقى انا هنا لو عندي مثلا الاربعه عايز اعرف الاندكس بتاعي، يبقى هنا يبقى عندي سالب 6 سالب 5 سالب 7 سالب 6 سالب 5 سالب 4 4 3 4 5 6 7. لو انا عايز 4 يبقى احنا هنشوف سالب 7 هتاخد اندكس 0، سالب 6 هتاخد اندكس 1، سالب 5 هتاخد اندكس 2. بعد كده سالب 4 هتاخد اندكس 3. بعد كده الاربعه هتاخد اندكس ثانية واحدة، سالب 7 وسالب 6 وسالب 5 وسالب 4 و4. يبقى أنا عندي هنا سالب 7 هتاخد اندكس 0، بعد كده سالب 6 اندكس 1، سالب 5 هتاخد 2، سالب 4 هتاخد 3، يبقى الأربعة هتاخد اندكس 4. يبقى اندكس 4 هعوض عنه بكام؟ أنا عندي هشوف هنا كام رقم وأشوف عندي 2 باور كام هيديني المساحه بتاعتي. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا سي مثلا الرقم دوت هعبر عنه ب 0 0 او 0 1. الرقم دوت نفس الكلام هنا هبدا اربع زيروهات، يعني انا السالب 7 ده الاندكس بتاعها اربع زيروهات، السالب 3 الاندكس بتاعها كام؟ زيروهين. يبقى انا بحدد هم زيروهين ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا كام على حسب عدد العناصر اللي في المجموعه هنا، واشوف 2 باور كام هيديني رقم قريب لعدد العناصر. لو ملخبطاك يبقى خلاص سيبك منها، يبقى انت اشتغل عادي. الاندكس بتاعك لو هنا صفر يبقى انت حط زيروهين. جميل. طيب بس طبعا الاصح ان انت عندك هنا لو دوت كان فيها 16 عنصر، ف 16 عنصر يبقى انا هشتغل باربع خانات. هنا كان عندي اربع عناصر فهشتغل على خانتين. حلو. بعد كده هعمل ايه؟ هفضل اشتغل على كل الكلام ده لحد ما كل الاقواس ديت اطلع لها الهوفمان بتاعها هيبقى بالمنظر ده. تمام كده. بعد ما اطلعها بالمنظر ده، حلو، يبقى انا كده خلصت المساله بتاعتي. طيب الديكود بتاعها عباره عن ايه؟ هيجي يديني الهوفمان بتاعي. طيب بعد ما يديني الهوفمان بتاعي هعمل ايه؟ هحوله للران لينس. هحوله للران لينس ازاي؟ هحوله للران لينس ازاي؟ عباره عن الكلام ده موجود عندي، عايز اجيب منه الران لينس. اول حاجه عندي صفر واثنين وصفر صفر. طيب الصفر ده هو عدد تكرار الزيروهات فخليه زي ما هو. بعد كده الاثنين دي كانت الجروب، يبقى الجروب بتاعي هو حاجه في رقم من الارقام دي. الاندكس بتاعي كان صفر صفر، يبقى هو الكود بتاعي كان صفر وسالب 3. طب هنا صفر واربعه واحد واحد وصفر صفر. حلو. الصفر هنا بيعبر عن ان انا عدد تكرار الزيروات هتفضل زي ما هي، الاربعه عباره عن جروب اربعه. يبقى انا عندي هنا الرقم بتاعي هيبقى في الكلام ده الاندكس بتاعه كام؟ الاندكس بتاعه 1100 اللي هو اندكس 12. يبقى انا هفك الكلام ده كله بالترتيب، يعني سالب 15 تاخد اندكس 1 او هتاخد اندكس 0، بعد كده سالب 14 اندكس 1 واكمل بالظبط كده لحد ما اوصل لرقم 12. بعد كده بعد ما خلصت الكلام ده كله هطلع الران لينس بتاعي. هرسم الرسمه دي وهبدا اسكن الكلام ده كله. ازاي؟ ان انا اول قوس عندي كان صفر وسالب 3. حلو. يبقى انا عندي اول حاجه خالص دوت بيبقى في الهيدر هنزله زي ما هو. بعد كده كان عندي صفر وسالب 3، فانزل من الصفر لسالب 3 هنزل السالب 3 زي ما هي. بعد كده هنزل هنا هشوف الرقم اللي بعدي كان صفر و12، يبقى انا عندي من الصفر هنزل ال 12. بعد كده من ال 12 كان في صفر و3، يبقى انا هنزل كده. بعد كده بقى عندي صفر وواحد هطلع كده. بعد كده صفر وخمسه كده. بعد كده صفر وسالب 2 وافضل لحد ما اخلص الرسمه دي كلها. جبت الرسمه دي كلها هعمل ايه؟ هشوف الشكل بتاعي كان عباره عن ان هي ماتريكس بلو ولا ريد ولا انتنستي. كانت بلو، يبقى انا في العاديه كنت بقسم على اليو والفي، يبقى انا هنا هضرب في اليو والفي. يبقى انا هضرب القيمه دي في اليو والفي، وطبعا هو لازم يكون مديني اليو والفي، والقيمه دي هضربها في اليو والفي، والقيمه دي هضربها في اليو والفي، والقيمه دي هضربها في اليو والفي، وهكذا. بعد كده لو كان مديني كواليتي فاكتور هناك كنت بعمل ايه؟ كنت بضربه. يبقى انا هنا هقسمه انا اسف، هقسمه على كل العناصر. حلو جدا. يبقى احنا كده شرحنا كل المسائل بتاعة ال 11 طريقة. يا رب تبقى واضحة، يا رب تبقى كلها ملخصة ومفيدة ليكم، تكون مجمعة كل حاجة. بالتوفيق ان شاء الله. بعد ما تذاكروا الفيديوهات كلها شوفوا الفيديو دوت هيكون ملخص لكل حاجة. قبل الفيديو دوت في فيديو ازاي بنجيب الكومبريشن ريشيو لكل الطرق. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنجيب الكومبريشن ريشيو لكل الطرق. في الفيديو دوت عرفنا ازاي بنجيب الانكودنج والديكودنج. مفيش حاجه اسمها مسائل مركبه او مسائل صعبه، كل اللي صعب اللي ممكن يجيبه هو عباره عن اللي انت بتخلص طريقه بتاخد الاوتبوت بتاعها كانه انبوت لطريقه ثانيه.
يبقى ده كل اللعب اللي هيحصل، ان هو هيديك مثلا مجموعه حروف ورا بعضها، هيقول لك اعمل لي ال سي دبليو بتاعها، هتعمل ال جي دبليو، وبعد كده يقول لك اعمل لي ليها الارثماتيك. طب الارثماتيك عايز هيستوجرام، يبقى انت لازم تشغل دماغك تعرف ان انت لازم تجيب هيستوجرام. يبقى هتجيب هيستوجرام ازاي؟ على عباره عن انت هتاخد الرمز تشوف هو اتكرر كام مره. يبقى ما حدش يقلق من الامتحان، الامتحان مش هيخرج عن ال 11 طريقه دول. الحاجات كلها اللي احنا قلناها ديت ملخصه لكل الماده، والفيديوهات كلها موجوده. مفيش حاجه اسمها ان هو هيجيب حاجه فظيعه او حاجه رهيبه. كل اللي هيتجاب عباره عن اللي احنا خدناه، بس محتاج تشغيل دماغ. تشغيل دماغ ازاي؟ ان انت تعرف الطريقه بتاعتك دي بتبدا ازاي وبتنتهي ازاي، تبداها صح وتنهيها صح، تحضر بدايتك صح وتنهيها صح. يا رب ان شاء الله كده تكون كل حاجه واضحه. بالتوفيق ان شاء الله. وشكرا ليكم على الفيديو، على كل حاجه، وعلى كلامكم على كل حاجه. يا رب ان شاء الله يبارك لكم ويكرمكم في حياتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.